القانون الجديد للإيجار القديم فتح الباب للاعتراض على قرارات لجان الحصر والتقسيم، لأن طبيعي جدا زي ما حضرتك قلت كده ممكن يبقى في حد شايف إنه منطقته اتظلمت في التصنيف، اتحط منطقة متميزة وهي أقرب للمنطقة المتوسطة أو هي أقرب للمنطقة الاقتصادية. إزاي الاعتراض ده هيتم؟ للي ما يعرفش، احنا قلنا في الفيديو اللي فات إن القانون الجديد للإيجار القديم قال إن كل محافظة من محافظات مصر محافظ هذه المحافظة هيكون مسؤول إنه يشكل لجنة اسمها لجنة الحصر والتقسيم. هتعمل إيه بالظبط اللجنة دي؟ اللجنة دي دورها إنها تقسم كل منطقة في هذه المحافظة ل3 فئات. الفئة الأولى وهي الفئة المتميزة، الفئة الثانية وهي الفئة المتوسطة، الفئة الثالثة والأخيرة وهي الفئة الاقتصادية. طيب ده هيفرق في إيه في زيادة الأجرة الجديدة للإيجار القديم؟ قبل ما أرد عليك في نقطة مهمة جدا إن أنت تفهمها. لجان الحصر والتقسيم دي ليها علاقة فقط بالشقق السكني اللي متأجرة إيجار قديم. يعني لجان الحصر والتقسيم هتنزل للمناطق اللي فيها شقة متأجرة إيجار قديم، سواء فيها مستأجر أصلي أو الورثة للمستأجر عايشين معاه أو هم عايشين من غير ما يكون المستأجر قاعد. رقم 2 إن يكون الشقة دي شقة سكنية، يعني مش شقة إداري. فلو في حد مأجر شقة إيجار قديم بس عاملها مثلا عيادة، عاملها مكتب محاسبة، عاملها مكتب محاماة، عاملها أي نوع من أنواع الشغل الإداري، ده ملهوش علاقة بلجان الحصر والتقسيم. نفس الكلام على المحلات التجارية، المحلات التجارية ملهاش علاقة بلجان الحصر والتقسيم. طيب الشقق الغير سكني والمحلات التجارية الأجرة فيهم هتزيد قد إيه؟ القانون قال هيزيدوا 5 أضعاف الأجرة اللي كانوا بيدفعوها مرة واحدة، من غير ما يستنوا بقى إيه لجنة حصر وتقسيم وجداول والكلام ده، مع زيادة سنوية 15%. طيب لو تم تصنيف المنطقة دي إنها منطقة متميزة، كل مستأجرين الإيجار القديم اللي فيها هيدفعوا 20 ضعف الأجرة اللي كانوا بيدفعوها قبل كده، بواقع حد أدنى 1000 جنيه. يعني إيه؟ يعني أنا لو بدفع مثلا 20 جنيه طول حياتي في الشقة اللي أنا قاعدة فيها، وتم تصنيفي السنة دي إن أنا تبع المنطقة المتميزة، هضرب 20 دي في 20 هيطلع لي رقم، الرقم ده أقل من 1000 جنيه هدفع 1000 جنيه. بس أنا طلع لي رقم أقل من 1000 جنيه، لا، ما القانون قال كده إن حد الأدنى في هذه الفئة هو 1000 جنيه، يعني ما تدفعش أقل من 1000 جنيه. طب لو أنا مثلا أجرتي كانت أعلى شوية وضربتها في 20 طلع لي رقم أكبر من 1000 جنيه، هتدفع الرقم الأكبر من 1000 جنيه. تمام؟ طيب المنطقة التانية أو الفئة التانية وهي الفئة المتوسطة. الفئة المتوسطة هتدفع 10 أضعاف أجرتك بواقع حد أدنى 400 جنيه. يعني برضو نفس الكلام، لو ضربت الأجرة بتاعتك في 10 أضعافها وطلع لك رقم أقل من 400 جنيه تدفع 400 جنيه زي ما هم. طب لو طلع لي رقم أكبر من 400 جنيه تدفع الرقم الأكبر من 400 جنيه. الفئة الثالثة والأخيرة وهي الفئة الاقتصادية. الفئة الاقتصادية هتدفع 10 أضعاف أجرتك ولكن بواقع حد أدنى 250 جنيه، ما تدفعش أقل من 250 جنيه. لجان الحصر والتقسيم اللي المحافظ هيشكلها بتتكون من موظفين من المحافظة، مثلا الوحدة المحلية أو من الحي، وبتتكون من خبراء من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني، وفيها ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية. ليه؟ علشان هم عندهم خبرة بالقيمة الإيجارية لكل منطقة في مناطق مصر. يجي هنا ناس كتير تسأل أو تقول طيب ما أنا كده طبيعي أو بشكل كبير ممكن أتظلم في التصنيف، ممكن أتصنف إن أنا تبع المنطقة المتميزة وأنا أصلا منطقتي دي ملهاش أي علاقة بالمناطق المتميزة. فهل ليا الحق أو للمستأجر أو للمالك هل ليهم الحق إن هم يعترضوا على قرار اللجنة اللي هيظهر بعد 6 شهور من دلوقتي؟
القانون الجديد للإيجار القديم فتح الباب للاعتراض على قرارات لجان الحصر والتقسيم، لأن طبيعي جدا زي ما حضرتك قلت كده ممكن يبقى في حد شايف إنه منطقته اتظلمت في التصنيف، اتحط منطقة متميزة وهي أقرب للمنطقة المتوسطة أو هي أقرب للمنطقة الاقتصادية. إزاي الاعتراض ده هيتم؟ الاعتراض بتاع حضرتك هيتم كالآتي: بعد ما اللجنة تعلن النتيجة وتنشر التقسيم متميز متوسط اقتصادي، أي مالك أو أي مستأجر ليه الحق إنه يقدم اعتراض. الاعتراض بيتقدم بشكل رسمي للجنة أو للجهة اللي القانون حددها، غالبا هتكون المحافظة بتاعة حضرتك أو لجنة التظلمات اللي هتتشكل مخصوص. الكلام ده كله هنعرف ملامحه أكتر بعد ظهور النتيجة النهائية. بس خلي بالك من نقطة مهمة، إن لازم الاعتراض يكون مسبب. يعني إيه؟ يعني وإنت بتعترض تقول أنا بعترض علشان شايف إن المنطقة دي اتقيمت غلط لأن أصلا ما فيهاش خدمات، أو لأنها بعيدة عن المواصلات، أو لأن أسعار السوق فيها أقل من المناطق اللي اتحطت معاها. فلازم يكون في سبب لاعتراض حضرتك وتكتبه في صحيفة الاعتراض بتاعتك. يعني باختصار، حضرتك ليك الحق في الاعتراض على النتيجة النهائية للجان الحصر والتقسيم، ولكن الاعتراض ده لازم يكون مكتوب ومسبب، وكمان لجنة التظلمات هي اللي هتفصل فيه بشكل نهائي، إما بالتعديل أو بالتثبيت.